يسعى نادي برشلونة إلى تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد، وقد وضع خط دفاعه ضمن أولوياته، حيث قدمت إدارة النادي عرضها الأول لضم أحد اللاعبين المميزين في هذا المركز، واللاعب المعني هو الظهير الأيمن الهولندي الشاب جيريمي فريمبونغ، الذي يلعب حاليا لنادي باير ليفركوزن الألماني. ويرتبط فريمبونغ البالغ 21 عاما بعقد مع ناديه الحالي حتى صيف عام 2028، ولكن ذلك لم يمنع برشلونة من السعي للحصول على خدماته. وقد ذكرت العديد من التقارير في الأشهر الأخيرة أن فريمبونغ هو أحد اللاعبين الذين يتابعهم ريال مدريد كخيار محتمل لخلافة الظهير الحالي داني كارفاخال، ولكن يبدو أن برشلونة قد سبق منافسه التقليدي في السباق للحصول على خدمات اللاعب. ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية، فقد طلب المدرب الجديد لبرشلونة هانز فليك من إدارة النادي بشكل محدد التعاقد مع فريمبونغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتقدر القيمة السوقية للاعب بحوالي 50 مليون يورو، ولكن برشلونة قدم عرضا أوليا أقل من ذلك آملا في التوصل إلى اتفاق مع نادي باير ليفركوزن. ومن الجدير بالذكر أن فريمبونغ نفسه يفضل تأجيل أي قرار بشأن مستقبله حتى نهاية مشاركته مع منتخب هولندا في بطولة يورو 2024. اللاعب يريد أن يركز على أدائه مع المنتخب الوطني قبل اتخاذ أي قرارات بشأن مستقبله على مستوى الأندية.